أنا اسمي أيمن، عندي 15 سنة وعايش مع جدتي من 2 سنين تقريبا. بس قبل كده كنت في بيت تاني، بيت كنت بصحى فيه كل يوم على صريخ مش منبه. كان ممكن يبقى يوم عادي لولا إن بابا رجع من بره وهو شارب، وشه متغير، صوته عالي، عينه ما فيهاش رحمة. أول ما يدخل الكل بيتوتر. ماما كانت دايما بتقابله بكوباية مية وكلمة حمد لله على السلامة، بس هو كان بيرد عليها بشتيمة أو كف. افتكر يوم ما كسر ضلع ماما، كان يوم جمعة وكانت ماما بتجهز الغدا. قال لها الأكل سخن قوي، ولما ردت عليه بهدوء ضربها في بطنها برجله. وقعت على الأرض وأنا كنت واقف في المطبخ متجمد مش قادر أتحرك. سمعتها بتئن ومسكته من بنطلونه وتقول له حرام عليك الولد شايفك. عارف قال ايه؟ قال خليه يتعود، هي دي الرجالة. بعدها بأسبوع كنت بذاكر على الأرض وهو دخل لقاني مش شايل كتبي من فوق الكنبة. مسك ماسورة حديد كانت ورا الباب وضربني بيها على ظهري. وقعت وفضلت أعيط من غير صوت. في يوم لقيت ماما قاعدة في الصالة عينيها مورمة من كتر البكا. قالت لي أنا قررت أسيبه مش علشان تعبت، لأ، علشانك أنت مش هينفع تكبر في بيت بالشكل ده. بعد أيام خدت هدومنا في شنطة وسابت البيت. رحنا عند تيتا، بس بابا ما سبناش في حالنا، بيتصل ويشتم ويقول هجيلكم اخد الولد غصب عنكم. وانا كل يوم انام وقلبي بيدق، خايف اصحى الاقيه عند الباب. درجاتي في المدرسة نزلت قوي، ما كنتش بركز، دايما سرحان في اهانته، في صريخ ماما، في صوت الماسورة وهي بتنزل على ظهري. بس في يوم المدرس بتاعي في المدرسة قعد معايا وقال لي انت شاطر، انا شايف فيك حاجة، اوعى الظروف دي تطفي نورك. الكلمة دي علمت فيا جدا، ومن ساعتها قررت ابدأ اكتب كل اللي جوايا في كراسة كأنها صاحبتي اللي بفضفض لها. ومن وقتها كل ما احس بخوف او ألم اكتب عن بابا، عن ماما، عن ازاي اني نفسي اكون اب مختلف تماما لما اكبر. انا يمكن لسه صغير بس قلبي كبير كفاية اني افهم اللي بيشرب ويدمر بيته مش راجل، والست اللي تهرب بولادها وتحميهم دي بطلة حقيقية. دي القصة اللي كانت جايالي. طبعا الصراحة يعني أنا عجبت بالولد اللي بعت لي الرسالة دي، رغم إنه صغير وعنده 15 سنة، بس هو ما شاء الله تبارك الله، أقدر أقول إنه راجل، يعني ما شاء الله. وإن شاء الله ربنا هيكرمك أنت ومامتك، تعدوا بخير، وانت هتكبر ان شاء الله، وربنا يكرمك في دراستك ويوفقك. وطبعا يا جماعة يعني هي دي آخرة الإدمان، دي آخرة المخدرات والإدمان. ربنا يبعد جميع الشباب عن المخدرات، وجميع البنات وجميع الناس، وربنا يحافظ على أهالينا ويحافظ على أخواتنا ويحافظ على أولادنا. أمين يا رب العالمين. ودي كانت قصتنا النهاردة. إن شاء الله انتظرونا في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.